السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. بصوا اللفت الجميل ده، شايفين المخللات الجميلة دي كده، مية وملح وشطة وطلع كده بالجمال ده زي ما انتوا كنتوا شايفين، حمار كده وحلاوة كده طبيعية ما شاء الله. يلا اقول لكم عملناها ازاي وطلع كده ازاي. واللفتاية دي تجيبيها وتطلع كده كيف يعني اي نوع لفتاية من اللفت اللي بيحمر كده لوحده من غير بنجر ولا اي حاجة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. انا جبت حبة اللفت دي زي ما انتوا كده شايفين، لفتاية كده صغننة كده وحلوة كده وحمرة زي ما انتوا شايفين كده. اللي عاوز يجيب فيكم لفت يخليله يجيب اللفت اللي هو الاحمر ده، اللي فيه الحمار ده كده يا بنات. هو ده اللي بيحمر كده لوحده من غير بنجر من غير اي حاجة، مية وملح وشطة وخلاص كده، ويطلع بالجمال ده، بيبقى طعمه جميل زي العسل. اللفتايه دي لفتايه بلدي كده مسكره ما شاء الله عليها يعني. جبناهم كده قبناهم زي ما انتم شايفين في الطشت او حطيناهم في الطشت كده. هننضف من حواليهم اللي هي الطينه والشوائب كده بالسكينه الاول، وبعد كده ايه هنغسلهم غسله حلوه وهنقطعهم زي ما انتوا هتشوفوا كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس اللي يوصل لحد هنا كده في معانا في الفيديو ما ينسناش باللايك والاشتراك عشان القناة ترفع كده يا بنات كده، وتتفاعلوا معانا كده مع الفيديوهات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد ما نضفناهم كده وغسلناهم مرة قبل كده بالمية، بعد كده المرة التانية اغسلهم مرة كده الاول، بعد كده وانا بقطعهم كده بحط لهم مية نضيفة تاني واقطعهم فيها زي ما انتوا كده شايفين. هي لفتاية صغنونة كده زي ما انتوا شايفين كده. اللي عاوز يخزن لرمضان ممكن يجيب اللفتاية زي دي كده الصغيرة دي كده ويخلي لها زي ما هي صاحية كده. بس كل سنة وانتوا طيبين، رمضان كده كده جاي معانا في الشتاء هيبقى فيه لفت. وهنعمل لكم ان شاء الله مخللات اللي هو المخلل المشكل ده زي كل سنة. كل سنة وانتوا طيبين، وبيبقى جميل جدا جدا ما شاء الله. هنعمله مع بعضنا بإذن الله. قطعناهم كده. اللفتاية الصغيرة بنقطعها نصين، اللفتاية الكبيرة دي ما كانش فيهم غير لفتاية واحدة بس كبيرة، هنقطعها على كذا حتة. والحتة اللي هي اللي فيها دي كده اللي هي طالعة دي البيضة هنعينها من اللفتاية خالص، هنحشها من اللفتاية خالص زي ما انتوا كده شايفين يا بنات. اللفت يا بنات اللي عايزين يطلع محمر كده وحدي من غير بنجر من غير اي حاجة، تجيب اللفتاية كده اللي هي المدورة اللي تلاقيها كده تقيلة كده. ما تجيبيش اللفتاية الخفيفة قوي، اللفتاية الخفيفة قوي بتبقى مخوخة. اما اللفتاية كده تمسكها في ايدك كده تلاقيها صابة كده، تلاقيها كده تقيلة كده في ايدك كده. هي اللفتاية اللي بتبقى حلوة وبتبقى من جوه كده مسكرة وجميلة. وهخلل معاهم كمان حبة الفلفل دي، لان الفلفل مع اللفت بيبقى طعمه جميل جدا جدا يا بنات. انا قطعتهم كده وحطيتهم في المصفى يصفوا، وجبت البطرمان ده غسلته وعقمته زي ما انتوا كده شايفين، وهنعبي فيه اللفت. البطرمان مش هيشيل اللفت كله مره واحده يا بنات. انا هحط عليه كده احط عليه حبه ملح واغطي البطرمان ربع ساعه كده. هتلاقي اللفت ده كده نزل لتحت خالص. هجيب اكمل عليه الباقي. كل ما يحط حبه من اللفت ارش عليهم رشه ملح، ينزل اللفت كده لتحت لحد ما احط الكميه كلها. بعد كده يا بنات انا بغلي ميه واسيب الميه تبرد، واجي حاطه على المخللات عشان المخللات ما تربيش رغاوي يا بنات ولا تبص مني. اللهم صل على النبي زي ما انتوا كده شايفين.